السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة الوصفة بتاعتي مميزة جدا جدا، طعمها ولا اجمل ولا اروع من كده. النهاردة هعمل معاكم الكبدة البلدي. ازاي بقى تطلع معاكي ريحتها وطعمها روعة؟ بصوا، ما فيهاش اي زفارة، الطعم خطير، ولا تقوليلي بقى محلات ولا مطاعم بقى ولا عربيات ولا الكلام ده كله. هتبهريهم. احلى كبده هتعمليها هتاكليها بقى كده مع سندوتشات بقى بالطحينه، او اعمليها جنب اي اكل انت بتحبيه، مكرونه بقى، اي حاجه. بصراحه طعمها وريحتها تجنن. تابعي الفيديو معايا النهارده عشان اقولك انا عملتها ازاي، وان شاء الله باذن الله الوصفه هتعجبك وهتجربيها وهتطلع احلى واجمل. عايزه اقول لكم بغمس كده طعمها والصوص اللي فيها ده روعه. يلا بينا عشان اقول لكم انا عملتها ازاي. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، انا معايا هنا كبده بلدي مقطعه الكبده زي ما انتم شايفين كده مكعبات، كبيره بقى صغيره زي ما تحبي. ودي لحمه، دي بتبقى لحمه جايه مع الكبده، بتبقى فيها نسبه كده من الدهون، مقطعاها برضو قطع صغيره، ومقطعه الكلاوي لوحديها، ومقطعه كمان معاهم ليا اللي هي بتديها طعم حلو جدا. وهنا بقى مجهزه معايا فلفل حامي وفلفل الوان ومعلقه من الثوم المهروس وبصلايه مفرومه فرم ناعم. جبت الطاسة بتاعتي حطيتها على النار ونزلت عليها شوية من الزيت. اول لما الزيت يسخن هنزل بقى ايه اللي كده هنزلها علشان تبتدي تسيح معاكي. ويا سلام، لسه ما عملناش اي حاجة والريحة روعة. اول حاجة هنزل اللحمة، القطع الصغيرة من اللحمة اللي انا مقطعاها. هقعد اقلب فيها لحد ما تاخد لون كده اكنها عارفة متحمرة وتستوي معايا. اول لما تاخد معاكي اللون الحلو ده واللي تسيح معاكي واللحمه تحمر معاكي، هنبقى وعلى نار متوسطه، ما تكونش يعني ايه على نار عاليه. هنزل كده البصلايه المفرومه ناعم، او حابه ان انت تعمليها شرايح حلقات زي ما انت عايزه. انا عشان ولادي ما بيحبوش البصل يبقى باين في الكبده. بعد ما نزلت البصل وشوحته شويه نزلت الكلاوي، ما لازم امشي كده خطوه خطوه عشان كل حاجه ليها سوا لوحديها. 5 دقايق كده بقلب في الكلاوي لحد ما خدت معايا سوا. نزلت بقى الكبدة، وهنا الكبدة مش هنقلب كتير، هي ما بتاخدش سوا، برضو 5 دقايق بالكتير وهطفي عليها. اول لما اديتها صدمة كده مع اللحمة واللية والكلاوي، هبتدي انزل بقى معلقة الثوم. مش عايزة اقول لكم بقى الريحة فظيعة. هنا بقى هنزل الفلفل الالوان والفلفل الحامي وهقلب كويس جدا. هنرش بقى رشة من الملح والفلفل الاسمر وشوية من البهارات، وهقلب كويس جدا. ممكن طبعا ما تحطيش بهارات وتستكفي بالملح والفلفل، ريحتها خطيرة تجنن. بشوحهم كويس جدا. بصوا، ولا مفيش مية بتنزل، لان انا كل حاجة واخدة صدمتها ومحتفظة بالفوائد بتاعتها. شايفين بقى وصلنا للون ده؟ شايفين الجمال؟ الصوص ده بقى اللي نازل من اللية وللبهارات، طعمه اصلا لوحده كده خطير. بس كده بقى وتاكليه. اعملي بقى سندوتشات فينو بقى، سندوتشات كايزر مع طحينه، تحمري جنبها بطاطس، تعملي جنبها مكرونه زي ما انت عايزه. انا بقى حبيت اوريكم، انا كنت سالقه لحمه وعامله رز ابيض، وانا بعشق سندوتش اللحمه. عايزه اقول لكم بعشقه، احلى سندوتش ممكن اكله في حياتي. والسندوتش ده اخد خلاص كلته كده انا شبعت. بجيب نص رغيف عيش، يكون عيش بلدي، ويكون بقى الرز سخن. اهم حاجه الرز يكون سخن واللحمه تكون مسلوقه. ويا سلام بقى لو موزه او ملبسه، احط شويه رز كده في الرغيف. وبعدين هجيب بقى حته اللحمه تكون بقى زي ما قلت لكم موزه او ملبسه، بيبقى طعمها روعه. حابه تاكليه كده تمام، حابه تحطي بقى عليه صلصه فته، يا سلام مزاج. انا بعشق السندوتش ده وباكله كده، وكده اتغديت وفل ومية مية. مين بيحب السندوتش بقى ده زيي؟ عايزه اقول لكم بقى كنت سلقه اللحمه وولادي ما يرضوش ياكلوها، قالوا لي احنا مش عايزين ناكل لحمه مسلوقه.
قلت لهم تمام، انا بقى هعمل لكم وصفه حلوه من اللحمه المسلوقه دي وهخليكم تحبوها. جبت اللحمه زي ما انتم شايفين، سبتها تبرد وهبتدي هقطعها قطع صغيره. هجيب كل قطعه كده هقطعها قطع صغيره. ما انا لازم بقى اتصرف واعمل لهم وصفه حلوه يرضوا ياكلوا بيها اللحمه. وجبت الحله بتاعتي وحطيت فيها معلقه من السمنه البلدي. اول لما السمنه تسيح معايا اكون مجهزه بقى ايه، بصل كتير، قطعيه بقى زي ما انت عايزه. هنزل البصل على السمنه البلدي، وهنزل معاه معلقه كبيره كده مليانه من السكر عشان البصل يكرمل معايا ويبقى طعمه كده مسكر، مش هتقدري تقاوميه من جماله. بعد ما قلبت البصل واقعد اقلب فيه كويس كده شويه حلوين، هنزل اللحمه بتاعتي. والوصفه دي هتبقى سريعه ومش هتاخد منك اي وقت ولا اي مجهود، لان اللحمه كده كده مستويه. بعد ما نزلت اللحمه على البصل واقعد بقى اشوحها كده مع البصل شويه حلوين لحد ما البصل يتكرمل معايا واللحمه تاخد من طعم البصل، وريحتها فعلا بتبقى خطيره. ممكن بقى تبهريها على كده وبرده بتبقى طعمها حلو جدا اللحمه بالبصل. وممكن بقى تزودي المكون اللي انا هضيفه هنا. بس هضيف شويه كده من الفلفل الاسمر والملح. عايزه اشوحها كويس جدا عشان البصل ياخد معايا لون. هنا بقى المكون اللي هضيفه يخلي اللحمه بتاعتي في مكان تاني خالص هو الزبادي. هنزل كوبايه من الزبادي وهقلبها كويس جدا جدا لحد ما تختفي خالص. وشمي بقى الريحه، هفضل اقلبها كده لحد ما اللحمه تشربها وهي والبصل وتختفي. عايزه تكتفي بكوبايه زبادي واحده تمام، او حسب كميه اللحمه اللي عندك. هنا بقى هضيف كوبايه زبادي تاني وبرده هقلبها لحد ما تختفي خالص. عايزه اقول لكم بقى اللحمه مع صوص البصل بالزبادي بتبقى طعمها خطير بجد ومختلف ولذيذ وكل حاجه. هنا هضيف بس نص كوبايه من الميه وهخلي بقى اللحمه تغلي شويه كده مع البصل والزبادي. هي كده كده مستويه بس عشان كلهم كده ياخدوا من طعم بعض. حط كده ملح واقلب. ودي بقى الاكله بتاعتي دي تبقى بصي برضو تاكليها جنب رز ابيض، رز بشعريه، تغمسيها كده جنبها بطاطس او شيبسي، حاجه بجد في منتهى الجمال. يا رب النهارده تكون وصفاتي عجبتكم، ويا رب تجربوها وتعجبكم، واكيد من ايديكم هتبقى احلى واجمل. شايفين الجمال؟ يا رب دايما ابقى عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.